مرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هدية العيد. بسرعة أنا بدخل في الموضوع بشكل سريع النهاردة. النهاردة مفروض الحد، العيد إن شاء الله الأربع. عايزين نقول إن إحنا بنعمل هدية، فعلا بنعمل هدية للعيد. النهاردة بنتكلم على الأمون، إله الأمون. الإله الأمون الجاردنر. شوف، في عنده فيه شوية حاجات مشاكل كتير. أولا هو الإله الأمون واخد شكل الخروف أساسا يعني، وبعدين يجي يحط الإله الأمون ويحط جنبه مجموعة حيوانات. مجموع يعني يحط ربنا يعزكم حمار وخنزير وخروف وكده يعني وبقرة، هنشوف. يحط جنبه مجموعة حيوانات ويقول أمون. وبعدين يجي يحط حمام يمام، طائر اسمه الخطاف أو السنونو، طائر جميل كان شكله أزرق كده وبطنه فاتحة، موجود عموما يعني، اسمه السنونو، كنا نقول عليه طيور الجنة زمان واحنا صغيرين. الطائر ده برضه يحط علامات استفهام، يعني ازاي الامون يعمل كده. وبعدين يجيب برضه في الاخر يقول لك مرفأ او وصل للمينا ومات، الاثنين وصل للمينا ومات. شوفهم، هو ما كانش ماسكين الابجديه، لكن احنا الحمد لله النهارده معانا ابجديه كويسه. الابجديه اللي احنا حاطينها فعلا عشان كده نقول هديه العيد حل المشاكل كلها. فاحنا هنكتب على طول، وعشان الوقت وعشان الحلقه احنا بنختصرها، بنختصر الوقت، ممكن نقسمه حلقتين يعني نشبع الأمون كلام أو أكتر من كده. لكن إحنا عايزين دلوقتي نحل الكام مشكلة اللي إحنا شفناهم دولت، نبص عليهم ونشوفهم الراجل بيقول إيه. في الأول هنا مثلا حطوا على السرير، على يعني كده سرير الموت، وهو موميا محطوط، أدي موميا على الأرض، هي موميتين أو موميا جنب الأمون. وهنا طبعا وصل للمينا ديت، ده موضوع تاني خالص. هو حط المخصص السمان والمركب، خدنا في حتة تانية، مش مفروض نروح للأمون يعني. هو يعني بيحكي حكاية تانية، لكن ديت بيتكلم على الموميا. هنا موميا، هنا واحد ميت على السرير. هنروح ونشوف الحل ده جاي ازاي، هنوصل لها ان شاء الله. بنلاقي مثلا هنا آه بيقول ايه، حمامة او خطاف. الخطاف ده اللي هو السنون. وهنا بقول سنونه وحمام ويمام طبعا، ورسم الامون ورسم الطائر السنون ودوت اللي هو كانوا بيقولوا عليه رمز الضعف او الذله او الذليل او كده. هو يعني احيانا كتيره يجي بمعنى العزه والقوه والمنع وكده يعني. وهو مخصص للاله ايزيس عموما، مش دائما وابدا يجي ده بمعنى الذله يعني او الضعف. لكن طائر السنون والطائر له مواصفات عموما في القرايه جميله خالص. فشوفهم، هو مستغرب الراجل، سنونه وعلامه استفهام، حمامه وعلامه استفهام، يمامه وعلامه استفهام. ازاي مع الامون ده؟ الكلام ده جاي مع الامون ازاي؟ وبعدين جاب هنا قطعان الماشيه عموما، برضو مع الامون. قطعان الماشيه جايه مع اسم الامون. ايه الامون وقطعان الماشيه؟ ادي بقره وطور وشاب وخروف، وادي جدي مثلا، وده خنزير وده حمار. نشوف ايه الموضوع دوت. هنكتب على طول اسم الامون كامل، هكتب الصيغه كامله، وبعدين نقول الاشتقاق بتاع الصيغه ديت المفروض ان هو عامل ازاي وجه منين. بس انا هكتب الصيغه كامله دلوقتي، وبعدين نحكي على الاشتقاق بتاعه. يعني يمكن مش الحلقه دي، الحلقه اللي بعدها، بس عشان نغطي الشغلانه ديت ونشوف الابجديه بتاعتنا عامله ازاي، نشوف الشغل بتاعها عامل ازاي. فهنكتب كده اله امون. هو ادي الف ولام وه، وديت دي بتنطق همزه تاني، الحرف ده بينطق همزه تاني، وده ميم اللي انا رسمته المربع، وده حرف الواو تبادلي مع الميم، امون. الصيغه بقى يعني كده خلاص، الاله الامون احنا كده الصيغه بتاعته ديت اله، وديت ه، ديت لام، ودي اله. وفي نفس الوقت دي تنطق همزه مع الميم مع الواو مع النون، امون. وقلنا ان حرف المد البيني ده اذا احتاجناه بننطقه، حرف البيني اللي انا بحط تحته خطين ده
اللي هو ده كده. احتاجناه بننطقه، ما بنحتاجوش، هو حرف مد موجود، دي فلسفته في الكتابة، وهنشوف دلوقتي انا بنطبق. دي فلسفته في الكتابة، فلسفة الراجل القديم اللي بيحط حرف المد لشكل البيضاوي ده بعد اسنان المنشار، بعد المستطيل او المربع، بعد حرف النص دايرة، هو بيحطه بينهم على طول، قبل وبعد قبل وبعد. فإله الأمون ده ماله بقى يا سيدي؟ هو بيقول إن هو حط، هنخليها حط دلوقتي قبل ما ايه ما نوصل للنطق الصيغه فلسفيه يعني، بس دلوقتي مشيها كده. حط الكرنك. كرنك مركز عبادته الرئيسي الكرنك. كرنك مركز عبادته الرئيسي الايه؟ كرنك، اللي هي دي كرنك. مركز العباده الرئيسي بتاعه بيظهر اول مره شكل اسم الكرنك واضح وصريح في اسم الامون بشكل مباشر، وهنقول يعني الاموم جايه ازاي يعني. وطبعا هو بالمره طالما وصلنا لكرنك وجينا عند الحته دي كده، ده لما يحط مينا او كده بينطق. طبعا انتوا عارفين احنا قلنا قبل كده ان الكلمه ديت معناها النهر، وهي معناها النيل. فلما بيجي يتكلم على المراكب وعلى القوارب وعلى الكلام ده، هو بيتكلم على انه وصل للنهر او النيل او كده. بشكل سريع مره تانية: اله، ودي الميم، ودي الواو، ودي النون، ونقول ان هو الكرنك في الآخر. هو بيقول إن بخصوص الحمام واليمام وكده، أدي الحمام. هو بيقول إيه ليه رسم الحمام؟ أدي ألف، ال، وده اللام، وده حرف الحاء، وده الميم، وده الألف، وده الميم. حمام، الحمام. ولو الحاء ديت اتبدلت يه لأنها حرف تبادلي تبقى يمام. الحمام، اليمام. وفي نفس الوقت جه هنا بيتكلم على السينونو. انا عارفين ان دي اي تبادلي مع الحاء والياء اللي جت في الاول، وده حرف السين اللي هو نص دايره، السي، وادي النون وادي النون، السينونو. فالحمام، اليمام، السنون، وكل ده جاي في اسم الامون. وهو ذكر كده في الرسومات، وده اللي خلى الراجل المترجم مستغرب عليها خالص. نشوف تاني على طول. هنكتب برضو كده الأمون، بنكتبها كم مرة كده احنا ماشيين مع بعض. الأمون، وكلمة الكرنك في الآخر مش عايزين ننساها، لأن مركز عبادته الرئيسي كان في الكرنك. مركز عبادة الأمون الرئيسي كان في الكرنك. فلما جه الأمون أساسا بيترسم خروف. يعني احنا أساسا الإله الأمون ده في العقيدة المصرية القديمة كانوا بيعبروا عنه بخروف بقرنين كبار كده، بقرون يعني. الخروف ده كان هو رمز الأمون، وكان محطوط على الطريق اللي احنا نقول عليه طريق الكباش حاليا. احنا سميناه الكباش، لكن هو كان الخروف كان هو المحطوط على الطريق بلغتهم القديمة يعني. هو المحطوط على الطريق رمز الأمون خروف، مش كبش، خروف. واحنا في الفلاحين وفي الريف نقول عليها خروف. فتعالوا نشوف كلمة خروف دي أساسا اللي هو المفروض الرمز بتاعه الرئيسي. هنلاقيها موجود هنا، خروف. ادي حرف الخاء، وادي الراء، وادي الواو، وادي الف. ما هي الواو والف والميم حروف تبادليه، قلنا دي حروف تبادليه مع الحرف المربع اللي احنا بنرسمه مستطيل. فكلمه الخروف ادي خ وراه وواو وف، خروف. على، على، على ايه بقى؟ الطريق. ايه، وادي الطاء، وادي الراء، وادي القاف. الخروف اللي على الطريق ده، الطريق، كلمة الطريق. الخروف اللي على الطريق ده هو اللي عمل موضوع الكباش، إن صح تعبير، إن صح الاستنتاج من هنا، إن هو اللي عمل طريق الكباش أو الطريق الخروف اللي هو المحطوط ده. تاني نكتب عشان نطلع منه حاجتين فاضلين. كده الاسم كامل بتاع الأمون.
هو رسم جنبه مجموعة حيوانات. المجموعة حيوانات ديت كان منها مثلا خلاص هنفرض كلمة الخروف اللي هي في الرسمة ديت. بنتكلم على الرسمة اللي هو كان راسم حمار. حمار، ح ميم ألف ر. كل يعني كده ديت الحاء ودي الميم ودي الألف ودي الراء. حمار. رسم بقرة. ما برضو نفس لفظة الحمار ديت لو قلنا هنا ديت ب وقاف وراه وه. بقرة. نفسها يعني الحرف ده الباء، وبعده القاف دوت اللي انا بتاع بتكلم شخبطه ده القاف، والراء سنان منشار والهي في الاخر. دي حمار دي بقرة. الخروف رسمه في الاول. حتى الخنزير، حتى الخنزير ده حرف الخاء، وده النون، وده الزين، وده الياء، وده الراء. خنزير. خنزير، حتى رسم خنزير. هو جاية من هنا الأخيرة ديت خنزير. آه، الحمار، البقرة، الخروف، الخنزير، حتى الغزال مثلا لو جيت تكتب غزال هتلاقي كلمة غزال جاية من هنا كده غاء وده الألف وده اللام. ده الغين. ده الغين اللي عليها السهم ديت، بعدها نص الرغيف، نص الدايرة ديت يبدأ الزين، ده كده الزين، وبعدين ألف مد، وبعدين لام. غزال. فكده غطى موضوع الحيوانات اللي هي جنب الأمون عشان ما نبقاش مستغربين ايه القطعان الماشية اللي هو حاططها جنبه ديت. عايزين نشوف الرسمة اللي غريبة، غريبة الشكل بقى برضو، اللي هي موضوع الموميا دي. موضوع الموميا ديت بقى برضو مسألة غريبة قوي. يعني حتى الجمال موضوع النحلة دوت، احنا جايين دلوقتي بنتكلم شايفين السرير ده، السرير اللي عليه بتاع سرير وعليه واحد متوفي، وده سرير وعليه موميا و... وحكاية الموميا ديت، يعني احنا بس نقول موميا ولا الموميا دي كلمة جاية من عندهم من زمان؟ الموميا جاية من عندهم. حتى كلمة الموميا احنا وارثينها من نفس اللغة. الموميا. وكلمة النعش والنحلة هي نحلة، والعسل هو عسل. الشغلانه زي ما هي. والنحله ديت هنفرد لها كلمتين برضو لانها بتيجي دايما في مقدمه الاسماء الملكيه، فهيجي دورها ان شاء الله. مش هي كلمه صغيره وجميله وبتحل مشاكل، لكن خلينا دلوقتي هنا. فادي الموميا اللي على السرير. موميا على السرير. معقوله ديت موميا على السرير؟ تعال ما نشوف كده. ادي نكتب الموميا، ادي ميم وي وميم وه. الموميا، والحرف ده ينطق عين، وده لام، على، وده اي، وده السين، السا، وده را ويه ورا. الموميا على السرير، طبعا في هنا حرف هي في الاخر. الموميا على السرير. الموميا، وانا بس كبرت الموميا عشان تبان. الموميا. الله، يا اما برضو نفس اللغة نفس الكلام. مهم الابجدية حلة. مهم الابجدية اللي احنا افترضناها ماشية معانا بتحل المشاكل. الامون اله الصلاة، او اله يعني الكرنك. الامون ده اسمه بيقول ان الموميا على السرير. السرير. يعني ما خلاش بصراحة الموميا اللي على السرير ديت، او الموميا بتاع الراجل المتوفي ديت. احنا هنفرد الامون حلقة كمان يعني عشان نغطي. هو بصراحة مليان كلمات جميلة خالص، لكن انا مش عايز وقت الحلقة ياخدنا في كتير. لكن عايزين نقول بقى ايه، ان شويه المفردات الصغيرين دولت، شويه المفردات الصغيرين دولت حلوا لنا المشاكل. 4 رسومات رئيسيه عليها ابجديه معينه بنحاول نطبقها. جينا على اسم الامون لقيناه شغلانه، شغلانه كبيره. الموميا اللي على السرير.
الحمام، اليمام، الخطاف، مجموعة المواشي، اسم الكامل للإله، مكان الكرنك، الكبش اللي هو الخروف الاسم الرئيسي. شغلانة مغطيها. كل سنة وانتم طيبين.